السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هاجر آدم. جيتكم بوصفة جديدة مختلفة على المعتاد. في آخر ما خرج في العصائر عصير الهشوار اللي داير ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. جربته وكان ولا بد أنني نشاركه معكم. كيجي متميز ساهل وبسيط، كتخلطي كل شيء في مرة واحدة، كتحصلي على واحد العصير بنة وقوام هائل جدا جدا. اخر ما خرج في العصائر الجديد ديال هذا رمضان وديال هذا الموسم، وغتحتاجيه ان شاء الله في رمضان وفي الصيف كذلك. المهم لهاد الوصفه كنحتاج زوج ديال البرتقالات، تفاحه واحده وموزه واحده. كيجي واحد المزيج هائل جدا، واحد المذاق رائع، واحد القوام، واحد الختوريه كتهبل. المهم كنحتاج ياغورت بنكهه الفانيليا والسكر سنيده حسب الذوق. كنقشر البرتقال، هاد المره ما كناخذش القشره ديال البرتقال لان عندي فواكه واحده اخرى اللي هي التفاح البنان، حتى هما كيعطيو المذاق ديالهم. كنقشرو مزيان من القشره البيضاء، كنحيد اللب والعظيمات. انا هاد البرتقال ما فيهش العظومه نهائيا. المهم العظومه حيدوهم، راه هما اللي كيطلقوا واحد المروره اللي مزعجه في العصير. كنقطع دوك زوج برتقالات دوائر بلا ما نحتاج انني نعصرهم. كنحيد لهم داك اللب ديالهم اللي داخل داك اللب الابيض باش حتى هو ما كيطلقش المروره ديالو. وكنديرو في الهشوار. من بعد كنزيد نضيف التفاح مقطع مربعات بالقشور ديالو، وكنضيف الموز. وما كنديرش هاد الفواكه مجمده، عاديه طريه، راها كتطحن مزيان، يعني بواحد الطريقه اللي هائله بحال اللي كنستعملوا الخلاط الكهربائي تماما. المهم كنديروا التفاح كنقطعوه مربعات، وكنضيفوا كذلك الموز في الهشوار باش كنطحن كل شيء في مره واحده. وها العصير واجد، ما كنبقاش عاد نعصر ونضيف المكون الاخر، كنخلط كل شيء في مره واحده وكنطحن وها هو واجد. المهم كنزيد الموز اللي هي حبه واحده، وهذا الموز راه كيختر العصير حتى هو، يعني كيجي عصير اللي هو خاتر وبنين. كنضيف الياغورت بنكهه الفانيليا، يمكن لكم تضيفوا الياغورت بنكهه الموز. هذا غير الياغورت خلطته مزيان بالمعلقه باش صبح هكذا، يعني سائل، ما هبطش في مره واحده، صبح بهذا الشكل هذا فقط. راه غير الياغورت هو اللي استعملت بنكهه الفانيليا. كنضيف السكر سنيده حسب الذوق، انا ضفت هنا 3 المعالق. من بعد كنضيف الماء باش كنطحن، كنخلطو بالماء فقط لانه اقتصادي جدا. كندير كميه الماء في الاول قليله باش كيتطحنوا ليا المكونات مزيان. راه كيتطحن بواحد السرعه هائله وبواحد الكفيه اللي هي رائعه جدا. كنطحن مزيان المكونات حتى كيتطحنوا، ومن بعد كنزيد نضيف الماء حتى كنكمل لتر ديال الماء. شوفوا القوام ديالو، شوفوا الشكل ديالو، هائل جدا، خاتر وبنين ولذيذ ومتميز، راه كيحماقوا عليه الوليدات. كنضيف الماء وكنطحن غير مره واحده او جوج على ما كينسجم داك الماء مع المكونات الاولى اللي درنا. كيصبح العصير واجد. ما بقى ليا الا نقدمه لكم. شوفوا معايا كي داير، شوفوا القوام ديالو، ما كتبقى حتى شي حاجه، كل شيء كيتطحن حتى ملي كنصفيه راه ما كيبقاوش فيه شوائب اللي هي كثيره نهائيا، غير داك يعني داك الجلده ديال البرتقال هي اللي كتبقى، اما راه كلشي كيتطحن مزيان. شوفوا هو هذا القوام ديالو صحي، كيعطي واحد اللون اللي هو رائع خاتر. وكل ما زاد جلس كل ما كيزيد يختار وكيبنان. صدقوني واحد شي بعضين كيسولوني على واش يزيد يجلس مده، كل ما جلس كيجي بنين اكثر واكثر. المهم العصير هو هذا راه كيصبح جاهز. شوفوا الختوريه ديالو، شوفوا القوام هائل جدا رائع. غتجربوه وغينال الاعجاب ديالكم.